مرحبا، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير وعافية. اليوم راح أشتغل وياكم بسكويت السمسم بمكونين بس بدون طحين زائد السمسمية. وهذا السمسمية طعمها كلش طيب وحالاتها معتدلة، لأن ما راح نشتغلها بالشكر، راح نشتغلها بدبس التمر. وهسه نقول بسم الله ونبلش بالطريقة. أول شي للوصفتين راح نحتاج السمسم المحمص، وهنا عندي كمية من السمسم راح أحمصها على نار كلش هادئة لحد ما تاخذ عندي هذا اللون. وبعد ما تحمص السمسم وصار عندي بهذا الشكل راح أتركه لحد ما يبرد. وأول وصفة راح أشتغلها وياكم هي بسكويت السمسم. وهنا عندي كيلو كامل من الموز زائد رشة من الدارسين، وهاي اختيارية تريدوا تضيفوها أو لا. وبعدها راح أهرس الموز كل زين. وبعد ما هرست الموز وصار عندي بهذا الشكل، هسه راح أبدأ أضيف السمسم. وللكيلو من الموز احتاجيت نص كيلو من السمسم، كوبين من السمسم، وهذا الكوب وزن 250 غرام. وبعدها أطيب خلطة كل زينة لحد ما تتجانس عندي المكونات. راح أتركها بالثلاجة لمدة 10 دقايق بس حتى شوية تتماسك العجينة وأقدر أشكلها. وهسه بديت أشكل البسكويت وياكم، ومثل ما جاي تشوفون بهالطريقة هذا راح أكمل كل كميات البسكويت. وأما بالنسبة للتسوية فضروري يكون الفرن حامي ومشتغل على الجهتين. شكلت الصينية الأولى وبعدها راح أشكل الصينية الثانية وياكم. وبعد ما شكلت الصينية الثانية من البسكويت راح أدخلها للفرن. وبالنسبة لوقت التسوية فأخذت منه 15 دقيقة بالضبط، والتسوية تختلف حسب نوع الفرن. وهسه أبدأ أشتغل وياكم طريقة السمسمية. ومثل ما شفتوا عندي بالبداية كمية من دبس التمر، ولأن كان دبس التمر شوية خفيف فضفته بالبداية بس حتى يتكاثف ويكون قوامه أثقل. وبعدها راح أضيف السمسم المحمص وأظل أقلب بيه بهذه الطريقة. وبالنسبة للكميات طبعا عندي السمسم كان 500 غرام نص كيلو زائد الدبس 400 غرام. وهسه جهزت ويانا السمسمية وراح أبدي أشكلها وياكم. وبالنسبة لطريقة التشكيل طبعا طريقتها كلش سهلة، اشتغلتها بهاي أكياس الثلاجة. إذا كان ما متوفر عندكم تقدرون تضيفونها بالبايركس مباشرة وتشتغلوها. السمسمية بالدبس طريقة تشكيلها كلش سهلة، عكس السمسمية اللي نشتغلها بالكراميل شوي يكون تشكيلها أصعب. وبعد ما اكتملت عندي بهذا الشكل راح أتركها بالثلاجة لمدة 10 دقايق أو 5 دقايق بس حتى تتماسك. وهنا اكتمل ويانا بسكويت السمسم وصار جاهز. وبالنسبة لطريقة التزيين أي نوع من الكاكاو تذوبونه وتضيفونه بهالطريقة هاي. وهذا البسكويت كلش خفيف ومشبع، زائد خليط الموز ويا دارسين مطيه طعم كلش طيب. وملاحظة كلش مهمة حتى تطلع عندنا القطعة كاملة، فضروري بعد ما تطلعوه من الفرن تتركوه لحد ما يبرد وبعدها تنقلوه على ماعون التقديم. وهذه الصينية الثانية صارت جاهزة ويانا. وهسه اكتمل عندي البسكويت وبعدها راح أقطع وياكم السمسمية مثل ما جاي تشوفون تقطيعها شقد سهل.
وبهذه الطريقة راح أقطع كل الكمية وياكم. وهنا الوصفتين صاروا جاهزين ويانا، أتمنى تجربون الطريقة وصدقوني كلش راح تعجبكم، وخاصة هذه الفترة راح تبدي ويانا المدارس، فهيج وصفات مشبعة كلش راح تفيدنا طلاب المدارس. وهسه أترككم في حفظ الرحمن، مع ألف سلامة، إن شاء الله أشوفكم بالفيديوهات الجاية.